واللي عنده شي تليفون اللي هو غالي من الأحسن واحد التجربة غندير معكم هو أننا نشارجيو التليفون بالكابل وفي نفس الوقت نشارجيوه سون فيل. واش غتخدم لنا ولا لا؟ السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في كوكوتيك. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله جينا لكم واحد المراجعه لواحد جوج ديال لي شارجور اللي كاينين دابا في المتاجر الكبرى. هذا كاين في بيم وهذا حاليا كاين في مرجان. في هذه المراجعه هذه ان شاء الله غادي نعطيو حلول لجوج ديال الفئات ديال الناس. الفئه الاولى اللي كتقلب على واحد شارجور متعدد ديال الاستخدامات نشارجيو به بزاف ديال الاجهزه في ان واحد الفئه اللي عندها تليفونات غاليه وكتقلب على واحد شارجور اللي اوريجينال وعنده كفاءه عاليه ومن شركه كبيره اللي هي شركه انكر. في الاول غادي نقدموا لكم هذا الشارجور هذا ديال ايميكس اللي خديناه ب 170 درهم في بيم في هذه العروض ديال هذه الجمعه هذه 12 دجنبير. شارجور سون فيل وكيسمح لينا باش نشارجيو 5 ديال الاجهزه. الموديل ديالو لا AW004 هما المميزات ديالو. عندنا هنايا شارجمون اللي هو كويك شارج رابيد، فيه 3 ديال لي سورتي ديال يو اس بي مختلفين، فيها شارج سون فيل ولا الشحن اللاسلكي، فيه هذا البي دي هذا الباور ديليفري، هذا يعني البور السريع كاع في هذا الشارجور هذا. فيه واحد لابيس اللي هي انتيليجونت يعني بالنسبه للبروسيسور ديالو، وفيه واحد لونسانت اونتي انسوندي اذا كيحمي لنا الجهاز ضد الحريق. كتجينا بواحد الكابل ديال متر ونص. نحلو العلبه ونشوفوا المحتويات ديالها. هذا الشارجور، هنا عندنا الكابل ديالو وصافي هادشي اللي كاين. اول حاجه غنبداو بها هي لونطري، هي المدخل ديال الكهرباء. اذا هذا كنديرو هنا باش نبدو الشارجور بالطاقه الكهربائيه. ندوزو دابا لي بور ديال السورتي. اذا هاد السورتي وهادي يو اس بي ا عادي كيسيبورتيو لينا 12 واط. بالنسبه لهادي كويك شارج رابيد 3.0 18 واط، هادي اللي بلا رونج. وكاينه هاد البي دي هادي هاد الباور ديليفري 3.0 حتى هو، هذا الاوت ديالو ولا السورتي ديالي 30 واط. اذا هادي هذا هو البور كاع المجهد في هاد الجهاز. وفي الفوق عندنا هاد الشارج سون فيل اللي كنحطو للتليفون ديالنا تتشارجا لاسلكيا. دابا غادي نمشيو لي سورتي كل وحده على حده ونشوفوا القوه ديالها. اذا نبداو بهذا كيخرج لنا 5 فولت 3 امبير اللي هي 15 واط، اولا كيخرج لنا 9 فولت 3 امبير اللي هي 27 واط، اولا 12 الفولت مع 2.5 امبير اللي هي 30 واط. اذا الماكسيموم ديالو اذا كيبدا من 15 واط حتى 30 واط. بالنسبه للبور ديال الكيو سي هذا هو هذا. اذا هذا تيخرج لينا 5 فولت 3 امبير اللي هي 15 واط، 9 فولت 2 امبير اللي هي 18، اولا 12 فولت 1.5 اللي هي امبير اللي هي 18 واط. اذا هذا تيخرج لنا 15 حتى 18. بالنسبه لي بور يو اس بي ا هاد جوج هادو بحال هادو ايدونتيك كيخرجوا لنا 5 فولت 2.4 امبير اللي هي 12 واط. هادو كيخرجوا عندنا واحد السورتي اللي هي كونستونت اللي هي ثابته. بالنسبه لا سورتي سون فيل هادو هما لي فولتاج اولا لي بيسونس اللي تيعطينا، يا اما تيخرجنا 5 واط اولا 7.5 واط اولا 10 واط اولا 15 واط. اذا ماكسيموم 15 واط. بالنسبه للشارجور الا خدمنا به بزاف ديال الاجهزه راه كيعطينا ماكسيموم 32 واط. غندير معكم واحد التجربه بسيطه على القوه ديال هذا الجهاز. اذا غادي نبداو بالطاقه الكهربائيه ولا بالكهرباء. لاحظتوا هنا راه شعلت فيه هاد البوله الخضراء. التجربه الاولى غنديرو على هاد السامسونج هذا اللي تيدعم الشحن اللاسلكي وحتى الشحن السريع القدره ديالو 25 واط. غادي نحطو التليفون على الدائره هادي. انا شعلت واحد البوله بالاحمر واش كتبان لكم. لا بيسونس دابا وصلنا 8 واط 10 11 هي 12.4. انا حاولت نضارب معاه حتى لقى البلاصه المزيانه ديالو. طلعتو دابا وصل 15.2 واط. اذا بالنسبه لا شاسون فيل راه هي هذيك دائما نفس التليفون. اذا نشوفوا شحال غادي عطانا هنا الفاست شارج. شوفوا لا بيسونس لاحظتوا هنايا عطانا 31 واط كلها، واخا صراحه التليفون راه كيسيبورتي غير 25، وبالتالي كيتبين لنا جميع القراءات اللي عندنا في هذا الشارجور راه صحيحه وما فيها حتى مغالطات. دابا غادي نشوفوا هذا البورت الثاني. دائما نفس التليفون. هنا عطانا الشارج رابيد. بالنسبه لا بيسونس خصها تكون
18 واط، عطانا 16 واط. بيان سور هادشي كيتعلق بالتليفون داكشي اللي كيجر، إذا التليفون تياخد 16 واط. البور العادي USB-A، إذا شحال غادي يعطينا في لابيسونس؟ 6 8 9 خصو يعطينا 12، عطانا 10. دونك بيان سور تيبقى هادشي راجع للسحب ديال التليفون. واحد التجربة غنديرو معاكم هو أننا نشارجيو التليفون بالكابل وفي نفس الوقت نشارجيوه سون فيل، واش غتخدم لنا ولا لا. كيتشارجا سون فيل وفي نفس الوقت كيتشارجا بالكابل. نحيد هذا، شوف واش غيبقى شارج، بطبيعة الحال باقي كيتشارجا. إذا التجربة صدقات ناجحة. بالنسبة لابيسونس راه ها هي 11 واط، 11 ونص، 11.8، 12. إذا فيما يخص هاد الشارجور فالقراءات ديالو كلها صحيحة، لي بور ديالو كلهم كيعطيونا نفس القدرات اللي مسوق بها الجهاز. إذا هذا غادي نعطيوه 8.5 على 10. ونذكركم بالثمن ديالو راه داير 170 درهم في بيم، ابتداء من يوم الجمعة 12 دجنبر. من بعد غادي ننتقل معكم لهاد الشارجور هذا ديال أنكر 25 واط. شارجور اللي هو رائع، وشركة اللي هي معروفة في هادشي هذا، في هادشي ديال لي شارجور ولي باور بانك. شركة موثوقة، منتوج اللي هو 100% أوريجينال. لا كاليتي راه ما نهضروش. فيه 25 واط كيما هذا وفيه كتر، وكل واحد كيشوف القيمة اللي عنده في التليفون. هذا بالنسبة للناس ديال سامسونج ولا الابل من الأحسن ياخدو هذا، الناس اللي كيقلبوا على لي شارجور أوريجينال. ألوغ نحل معاكم اللعبة ونشوفو شنو كيجي فيها. إذا هنايا عندنا، إذا الباكية فيها الشارجور وهذا ديال 25 واط والكتيب ديال الاستعمالات. البور ديال الأنكر 312، الموديل ديالو A2642. بالنسبة للأوتبوت، هاد الخرج هذا هو اللي مهم عندنا هنايا. تيعطينا 5 فولت 3 أمبير اللي هي 15، 9 فولت 2.77 أمبير اللي هي 25 واط. يقدر ثاني يعطينا من 3.3 فولت حتى ل 5.3 فولت مع 3 أمبير اللي كتساوي واحد 17.7 واط، إذا في الماكسيموم. يقدر ثاني يعطينا من 3.3 فولت حتى ل 11 فولت مع 2.75 أمبير اللي هي 25 واط. إذا هادشي كيبقى على حساب التليفونات. من التحت داير بحال هكا. فوالا هذا هو الشارجور. يلا دابا ندير معكم واحد التجربة. إذا درنا في الكهرباء، نديرو البور ديال تايب سي في الأول، ندير هذا من هنايا، شوف واش غادي يطلع لينا. طلع لينا شارج سوبر رابيد. إذا نحطوه ونشوفو بالنسبة لهنا شحال غادي يعطينا. 15 19 22 24 26 26 ونص، إذا واحد القيمة تقريبية ديال 25 واط. هادشي اللي كاين في هاد الاختبار هذا. إذا عطيناكم دابا جوج ديال الحلول. هذا اللي بغا واحد الشارجور اللي متعدد الاستخدامات كنصحو بهذا، يعني جميع القراءات ديال لي بور ديالو صحيحة. واللي بغا شي حاجة أوريجينال يعني شي تليفون غالي، من الأحسن ياخد هذا، حيت هذا آمن بزاف، كيوصل شي حتى 300 400 درهم، ولكن شواحن اللي يعتمد عليها وآمنة وما فيها حتى مشكل بالنسبة للتليفونات اللي هاود كام. نتمنى أن هاد المراجعة هادي وهاد الاختبارات هادو ينال الإعجاب ديالكم. شجعونا باللايك وبالاشتراك في القناة، وكتبوا لنا الآراء ديالكم وأفكار ديالكم في التعاليق، وإلى فيديو آخر مع مراجعة واختبار جديد.